بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم من مطبخ أم سمسم. النهاردة طبعا جايالك بكل تفاصيل الخبيز، العيش القمح ده عيش القمح بتاعنا اللي احنا بنعمله عندنا في الفيوم. العيش الملدن هقول لك كل التفاصيل من الألف للياء، من أول ما كان دقيق لحد ما هيوصل للمرحلة اللي انت شايفاها دي. أول حاجة ده الدقيق القمح بتاعنا، واحنا خالطين عليه دقيق زيرو. لو انت عايزاه حبة كاملة اعملي القمح بالرده بتاعته بالنخاله اللي بتطلع منه، لا اخلطيها على بعضيها بقى واعمليه حبه كامله لو انت عايزاه. طبعا احنا مش بنحبه ولا ابيض، فعشان كده احنا بنستعمل الدقيق القمح، وبنطلع منه النخاله وبنضيف عليه زيرو، تمام، عشان يبقى عيش ابيض. هنا هعجن طبعا معاكم، واهم حاجه ان انت تخدمي العجين، اهم حاجه ان انت العجينه بتاعتك تخدميها قوي، يعني لازم تملكي بطريقه زي ما انت شايفاني كده. ده العجين بتاعي كده كده تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتي لحد هنا يا قمر يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا طبعا هغطي العجينه، احنا مش بنحط العجينه الا حبه ملح وخميره بس، ملح وخميره بس، مش بحط العجين بتاعي ازود من ملح وخميره بس. دي طبعا النخاله اللي بتطلع من القمح برشها بقى في صواني، وهبدا بقى اقطع العجين بتاعي بعد ما اختمر. خد حوالي ساعتين او ساعه لان الجو كان حر، تمام. لو في الشتاء بيقعد اكتر من ساعتين، ممكن يقعد 3 ساعات، تمام كده. لكن احنا عندنا عشان الجو صيف زي ما انتم شايفين والجو حر قوي، فما كملش ساعه بالظبط. هنا كان العجين بتاعي بسم الله ما شاء الله خلاص اختمر. هبدا بقى اقطع العجين او اقرص، مش عارفه على حسب ما انتم عارفين هقطعه، بس احنا بنعمل ارغفه كبيره زي ما انت شايفه. دي اللي في الطبق ده كده انا بقطع على ميه وزيت، بحط ميه وزيت على بعض وبقطع العجين او بقرص العجين كده زي ما انت شايف، مش بقطع كميه كبيره عشان الجو حر، هم الاربع صواني دول بس، تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا على ما بخلص على طول بولع الفرن بتاعي وببدا في الخبيز زي ما انت شايفه. طبعا فيديو جميل وتحفيزي. وده ده ايه، ده عيش القمح بتاعنا عندنا في الفيوم، وده الخبيز بتاعنا. طبعا اللي اول مره يشوفني يا ريت تدعمني وتشترك في قناتي وعشان تشوف كل جديد. حابين تخبزوا اي عيش باي طريقه قولي لي، كل الطرق الحمد لله متاحه. زي ما انتم شايفين العيش القمر بتاعنا اهو، جميل قوي قوي قوي. بصوا بصوا ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا مش بخبز لوحدي، البنات بيساعدوني، بس انا مش بجيب الا الكاميرا الا انا بس، تمام. طبعا هنا العيش اهو، هخلص بقى كل الكميه دي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو اول مره تشوفيني يا قمر وصلتي لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا هخبز كل الكميه كانت ما شاء الله حلوه يعني كتيره. بعد ما اخلص كل الكميه بتاعتي هقول لك احنا هنلدن العيش ده ازاي، تمام كده. هخلص بقى طبعا كل الكميه معاكم. هو فيديو جميل كده وتحفيزي، وده على فكره انا بحب قوي يوم الخميس، بيبقى يوم ممتع بالنسبه لي. هو بيبقى مقرف بالنسبه للبنات، بس انا بالنسبه لي بيبقى يوم ممتع. انا بحب الخميس، بس البنات مش بيحبوه عشان بيبقى تعب، بيبقى تعب عليهم وتبهدله بصراحه. بس انا بحب يوم الخميس قوي. او بص العيش بتاعنا قمر طالع بيضحك من الفرن ازاي. طبعا هخلص بقى العيش ده دلوقتي. الرغيف بعمله 4، بعمله 4 زي ما انت شايفين، انا قطعته 4. وهبدأ بقى اهدي النار بقى بتاع الفرن خالص، هدي النار خالص خالص بقى. احنا بنخبز على نار عالية قوي عشان ألدن العيش، لازم اهدي النار على الاخر خالص زي ما انت شايفة كده، زي ما انت شايفة اهو. ده كده تمام، بيديه لون بسيط خالص ذهبي كده. العيش ده بقى بتسيبيه بقى يومين يتهوى، وكلي احلى عيش مقرمش قمر بيتاكل تحفة مع المشي بقى مع الملوخية مع كل الاكلات اللي تخطر على بالك. العيش ده قمر قمر. هخلص طبعا كل الكميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا هلدن كل الكميه وهرجع معاكي، تمام كده. طبعا دي كل الكميه بتاعتنا اهي. بعد ما بتلدني العيش زي ما انت شايفه كده، بصي ما شاء الله العيش شكله يجيب النفس. هلدن كل الكميه بقى كده وارجع معاكي يا قمر. طبعا هنا خلصناها، بفردها بقى على اي ملايه كده، بسيبها بقى في الهواء كده حوالي، يعني ممكن تقعد يوم عشان الجو حر او يومين بالكتير، وبعدين بلمهم بقى زي ما انت شايفه كده. نيجي بقى نستعملهم بسم الله ما شاء الله. العيش بيبقى قمر قمر قمر. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى يا قمر يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا ام اسلام كنت معاكم من الفيوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.